بقى اللقطه اللي الكل الاجانب والناس اللي تيجي تملس فيها كده ويلفوا حواليها 7 لفات والكلام ده. مش كان بيقول لك زمان ده 7 لفات؟ هنا 7 لفات بتوع الفراعنه بادئينها من زمان. بادئينها من زمان ليه؟ معتقداتهم، والفراعنه عملوا هاجس ان هم يلفوا 7 لفات لان الجعران ده بيجيب لهم الحظ. تخيل عظمه التاريخ ان يرسخ في اذهان الناس الغربيه واذهان المعتقدات ان احنا لغايه الى وقتنا هذا لما تلف حوالين ده 7 لفات. اللي ما كانتش بتحمل هتحمل، واللي ما اتجوزش يتجوز. قول امنيتك بقى يا معلم، يعني انت ايه؟ قول اللي انت عايز تقوله. فتخيل ان احنا وصلنا لقدره من الذكاء من ايام الفراعنه قد ايه عشان نوصل للقطه دي، ان احنا نتكلم عن الحته دي وتفضل مترسخه مئات السنين، واحنا نفضل عظمه بايه؟ تمثال صغير، بوكس صندوقي حاطط الرموز الهيروغليفيه مع الشكل بتاعه. قوه انا بالنسبه لي قوه نحت، وقوه معتقد الهويه، الكونتنت بتاع او الكونسبت اللي هو حطه لك كديزاين تشتغل عليه، وحط لك التاريخ والهاجس ان انت تمشي عليه. يا جماعه اقسم بالله احنا كفراعنه عظمه. تعالوا شوفوا الدنيا دي هنا هتلاقوها لقطه اللقطه، مواقف كتيره جدا. ولا تقول لي بقى مهندس معماري ولا مهندس ايا كان.